وانت نازل اجازه لو ما سجلتش التليفون بتاعك هتدفع عليه جمارك 38.5%. ايه القصه وايه الحكايه؟ هنفهم مع بعض دلوقتي كل حاجه. وانت نازل دلوقتي اجازه، في قانون هيتطبق في خلال الايام اللي جايه دي، انك انت ليك تليفون واحد بس، ولو ما سجلتوش هتدفع عليه ضريبه. هتكلم دلوقتي على التليفونات الشخصيه اللي هي مسموحه لكل واحد فينا، وهتكلم على الهدايا. وهسيب لكم في اخر الفيديو فيديو لو بوش سمع عمرو اديب اللي بيجيب لنا الاخبار الجميله. هتشوفوا الفيديو بيقول ايه. دلوقتي لو انا معايا تليفون شخصي ايا كان بقى، ايفون 16 15 14 اي جهاز، لو معايا اي تليفون حتى لو مش في التليفونات الفئه العاليه وما سجلتوش، اول ما تطلع من المطار وتحط شريحه مصريه هيجي لك رساله شريحه لشبكه مصريه، من فضلك توجه للجمارك ادفع الرسوم بتاعتك. طب انا عشان ليا تليفون واحد واتفادى ده وما ادفعش عليه اي حاجه خالص، لازم اسجله في الجمارك. يبقى انا كده معايا تليفون شخصي، اول ما انزل المطار لازم اسجله. معايا بقى تليفون تاني، معايا 2 في الشنطه متكنفين هدايا، معايا مش عارف واحد فين، هيدفع عليه 38.5% ضريبه جمرك او جمرك. تمام يا جدعان؟ معنى الكلام ده الحكومه بتقول لك ان هي بتحارب التهريب وبتشجع المنتج المحلي. كلنا طبعا بنشجع المنتج المحلي. حاجه بقى كمان، صاحبك، ابن عمتك، ابن خالتك، ابن جدك عايز تليفون مش عارف منين، قول له مفيش منه الكلام ده، ما عادش خلاص، ما بقاش موجود. تجيب له حاجه وانت جاي بتدفع عليه 38 ونص. خدت التليفونين حطيتهم في الشنطه واديته لهم هدايا، اول ما يفتحوا التليفون ويركبوا الشريحه بتاعتهم هيطلب منهم ان هم يتوجهوا للجمارك او آلية الدفع اللي هتبقى على ابلكيشن او ايا كان، يدفعوا 38 ونص ضريبه من قيمه التليفون جمرك. تمام يا جدعان؟ تعالوا بقى يلا بينا نعمل ايه؟ نشوف. طب خلوا لنا تليفونين، يعني يبقى انا معايا تليفونين شخصيين والباقي كله جمرك، يعني الباقي خد منه، خد الضريبه بتاعتك ال 38.5% اللي انت فارضهم، ماشي، بس بعد تليفونين. انما كده كل واحد ليه استخدام شخصي. انا عن نفسي هنزل ب 3310. تعالوا نشوف عمرو اديب ابو وش سمح عشان نفهم الموضوع اكتر. يلا بينا. الاستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه والمشرف على مصلحه الجمارك، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. ايه اللي هيحصل؟ ببساطه يا فندم، اللي هيحصل بالظبط هو انه كل راكب ليه موبايل شخصي يخش بيه يسجله ويطلع بيه عادي خالص، مفيش اي مشكله، مفيش اي ضرائب ولا رسوم ولا اي حاجه، لانه مسموح لكل راكب بصحبته موبايل شخصي يخش بس يسجله وهو داخل عشان نضمن ان هو ده الموبايل الشخصي. هو هيسجله فين يا استاذ شريف؟ في الجمرك يا فندم، هو داخل بالظبط. مأمور الجمرك مع جهاز هياخد الموبايل بتاعه ويسجل الرقم بتاعه وخلاص ويخرج بيه. هو لو ما سجلوش مش هيشتغل، هو عليه اجبار انه كده كده لازم يحاول يسجله. تمام. هو الموبايل اللي مش هيتسجل حضرتك وهو خارج بيه هيجي له مسج وهو بيفتحه. خرج من الجمرك وجات له المسج دي، هيقول له المسج بالظبط منطقها ان انت حضرتك تتفضل مشكورا بسداد القيمه الجمركيه على الموبايل دوت في خلال 90 يوم. ده لو ما سجلوش بقى هيعتبر الموبايل الثاني مش الاولاني، انما الاولاني المفروض ما عليهوش اي رسوم. بالظبط يا فندم. وساعتها يبقى لازم يدفع الجمرك بتاعه في خلال 90 يوم والا هيخرج بره الشبكه. طب استاذ شريف، هل ده بينطبق على كل انواع الموبايلات؟ رخيص، غالي، يعني متوسط، حديث، قديم، اي نوع موبايل؟ بص سيادتك، هو القانون واضح انه الموبايل الشخصي يكون في حدود 15,000 جنيه. ايوه فندم. ولكن للاسف الشديد طبعا الماده دي قديمه، والموبايلات طبعا نتيجه